هي الحياة سريعة عشان هي فعلا سريعة، ولا عاداتنا وأفعالنا هي اللي محسسانا إنها سريعة؟ ده سؤال طرحته واحدة صاحبتي واحنا بنتكلم، والسؤال ده بصراحة بيدور في بالي بقاله فترة. في الأول كنت فاكرة إنه ده تأثير الشغل والطموح، وإن المطلوب مني هو إني أجري وأوصل لنفس السرعة وأسبقها كمان. بس مع الوقت بدأت أخد بالي إنه حتى في حياتي الشخصية، حتى في الأوقات اللي ما ورايش فيها حاجة ألحقها، لقيت نفسي برضو بجري، لدرجة إني بقيت حاسة إنه حياتي عمالة تعدي وأنا مش عايشاها، لأني مركزة على الحاجة اللي هتيجي بعد كده أو هتحصل أو اللي عايزة أحققها. وفجأة وفي وسط كل الجري ده جاتلي ظروف صحية أجبرتني إن أنا أفرمل مرة واحدة، واضطريت أخد أجازة من الشغل ومن تقريبا كل النشاطات اللي كنت بعملها، وكان ممنوع إني أقعد قدام أي شاشات، موبايلز، لابتوبس، حتى التلفزيون. والموضوع في بدايته كان ممل وصعب جدا، بس بنهاية الأجازة اللي هي تقريبا كانت مدتها شهر، أدركت إن الحياة مش سريعة بطبيعتها، بس الطريقة اللي كنت عايشاها بيها هي اللي كانت محسساني بده. في تفسيرات كتير لموضوع احنا ليه بنحس ان الوقت بيعدي بشكل أسرع، بس من تجربتي لقيت انه في 4 حاجات ممكن تكون هي اللي مديانا الإحساس ده. أول سبب هو ان كل حاجة تقريبا حوالينا دلوقتي بقت سريعة، وخصوصا لما نيجي نتكلم على الشغل والكارير. البيزنس بطبيعته بيتطور بسرعة، كل يوم فيه فرصة جديدة، واللي هيلحق ياخدها هو الأسرع. ولو انت شخص طموح هتلاقي نفسك بتنجرف في السباق ده، وفي محاولتك انك توصل للحاجة بسرعة وانك تحقق كذا حاجة وكل حاجة، هتلاقي نفسك أبطأ من لو ركزت وخدت وقتك. تاني حاجة لاحظتها ان خلقي بقى ضيق، وكتير مننا بقى عايز ينجز الحاجة بسرعة ويخلص. وده ممكن يكون نتيجة للتطور اللي احنا عايشين فيه، انه دلوقتي تقريبا احنا نقدر نعمل اي حاجة اسرع بكتير من اي وقت قبل كده. فبقينا متعودين ان الحاجة بتيجي بشكل اسرع واسلس، ودايما بنفكر ازاي نخليها اسرع واحسن. بس الموضوع وصل لعند البعض انه الناس مش مستحملة تتفرج على فيديو 5 دقايق على بعض من غير ما تسرعوا على 2. الناس بتسرع فويس نوت صحابها على 2، انا اصلا ممكن اكون متسرعة على 2 دلوقتي وانا بتكلم. على قد ما التكنولوجيا حلوة، على قد ما برضو السرعة اللي جاية بيها والسرعة اللي مسهلة علينا حياتنا مخلينا مش قادرين نصبر، وبنبقى عايزين ناخد كل حاجة بسرعة، وده مخلينا ان احنا نحس ان الوقت نفسه بيعدي بسرعة. تالت سبب ليه علاقة بمخنا. زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، جسمنا ذكي، وبالتالي مخنا ما هيكون قدامه اوبشن ان هو يوفر طاقته او يركز، هيوفر طاقته. مخنا بيركز اكتر في التفاصيل والتجارب الجديدة، لانه دي الحاجات اللي محتاجة تركيز منه، لان هو ما تعرضلهاش قبل كده ومش عارف هي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة. فبالتالي لو حياتك روتينية بشكل كبير، مخك مش هيركز في تفاصيلها قوي، وبالتالي مش هتفتكر او تحس بالحاجات الروتينية اليومية اللي واخدة جزء كبير من حياتنا، لانه ببساطة اما هيتجاهل المعلومات دي ومش هيركز فيها، انت مش هتفتكرها قوي، وبالتالي مش هتحس ان هي عدت، بس هو الوقت عدى بس انت مش فاكرها ومش فاكر تفاصيلها، فبالتالي بتحس ان الوقت بيعدي اسرع. رابع واخر سبب هو اننا بشكل او باخر دايما بنعمل حاجة، بغض النظر الحاجة دي احنا مركزين واحنا بنعملها ولا لا. عمرك كنت مستني حد وطلعت الموبايل تقلب فيه بلا هدف وانت مستني؟ هل دايما حاسس انك محتاج تسمع حاجة تملى بيها الفراغ وانت سايق مثلا او بتاكل؟ احنا ما بنسيبش نفسنا نزهق دلوقتي، ودايما بنلهي نفسنا بأي حاجة. وحاليا اكتر من اي وقت قبل كده الاوبشنز ان احنا نلهي نفسنا بيها كتير جدا، والابليكيشنز كتير جدا. ولو انا بعمل اي حاجة من غير تركيز، زي ان انا بسكرول على السوشيال ميديا من غير ما اركز قوي في المحتوى قصير جدا، بتنقل من فيديو قصير للتاني، بلعب في الموبايل لان انا زهقان، مشغل حاجة في الخلفية لمجرد انه يبقى صوت، انا مش مركز فيها. فبالتالي زي موضوع الروتين، مخي مش مركز في تفاصيلها، فالوقت عمال يعدي بس انا مش هفتكره بعدين، فبالتالي هحس ان الوقت عدى اسرع لان اللي انا فاكره فيه اقل من الوقت اللي فعليا عدى. طب والحل؟ اللي اتعلمته من تجربتي ان الجري كتير بيحرق او بيسبب بيرن اوت، والطريق اللي هيوصلك اسرع بجد هو الابطأ. الشغل عند اغلب الناس دايما هيكون رتمه سريع، بس ده مش معناه انه حياتي كلها لازم تكون بالشكل ده، ومش معنى اني ما عنديش المساحة اني اسافر كل شوية او اخوض تجارب جديدة اني ما اقدرش اشوف الاختلاف واليونيكنس في الحاجات اليومية اللي حواليا، وكل اللي عليا اعمله بس اني اركز فيها. في حاجات في حياتنا احنا فعلا ملناش تحكم فيها، بس اللي اقدر اتحكم فيه هو مثلا المحتوى اللي بشوفه وبشوفه ازاي وامتى. اقدر لما اعمل حاجة اركز فيها وما شغلش 100 حاجة تانية حواليا، فبالتالي ما ركزش في ولا حاجة فيهم. اقدر اتحكم في اني اركز في اللحظة اللي انا عايشها دلوقتي والبيئة اللي حواليا، بدل ما افضل الهي نفسي بحاجات ما تهمنيش.
أدي نفسي فرصة أستوعب الصمت والأصوات اللي عمري ما كنت هسمعها من غيره، وبص على النعم اللي حواليا وأدرك قد إيه هي حاجة كبيرة في حياتي. في حاجات كتير ممكن نعملها، بس عشان نعرف نشوفها محتاجين نبطل جري. وبس كده، أشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية.